السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة جاية لكم بصينية وراك من الفراخ مع بطاطس. دي صينية المستعجلين وتتبيلة المستعجلين. تابعي معايا الفيديو للآخر وهتعرفي ازاي جمال الصينية دي هتعمليها وبسرعة جدا. هتطبخيها. اللي لسه لأول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك والشير ويفعل لي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من إشعاراتي. ويلا بينا نبدأ نقول المقادير ونقول بسم الله. أول حاجة معانا دول وراك من الفراخ، بسم الله ما شاء الله، بس حجم كبير. قطعت منهم، قطعت الورك لجزئين. بدأت أعمل فيهم فتحات عشان أدخل فيهم التتبيلة، بس حاولي ما تبهدليش الجلد بتاع الفراخ. ما شاء الله الدبوسة شايفين محملة قد ايه او حجمها كبير. معانا كمان حوالي معلقة من الملح ده بتبقى حسب الرغبة، ما بحددوش. معلقة ونص من دبس الرمان. 3 4 فصوص من الثوم المفرومين. معلقتين من عصير الليمون. معلقة من الكاتشب، وممكن تستبدليه بصلصة طماطم. ربع كوباية من زيت الزيتون. البهارات بتاعتنا معانا ربع معلقة صغيرة من الشطة. معانا معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. معانا معلقة من بهارات الفراخ. معانا كمان نص معلقة صغيرة من الكركم. معانا نص معلقة صغيرة من السماق. معانا رشة من القرفة. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. هنبدأ نجيب بولة ونبدأ نجهز فيها التتبيلة بتاعتنا. من احلى التتبيلات واسرعها. لا حطينا بقى بصل ولا مية بصل ولا اي حاجة، لا سريع سريع هتعمليها. جبنا البولة، هنبدأ أول حاجة ننزلها عصير الليمون. هننزل بعد كده بزيت الزيتون والثوم المفروم. ممكن لو انتي مش بتحبي زيت الزيتون ممكن تحطي زيت عادي، بس زيت الزيتون حلو جدا ومش هتحسي بطعمه خالص في الصينية بتاعتنا، صينية الفراخ. هننزل بمعلقة الكاتشب ومعلقة ونص من دبس الرمان. الدبس الرمان بيخلي في الفراخ كده تسكيرة حلوة جدا. المقادير دي ممكن تضعفيها حسب كمية الفراخ اللي عندك. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا كلها. بالشكل ده. هننزل بالملح كمان. ما تنسوش تبقوا تسيبوا لي كومنت عشان يترفع الفيديو، وقولوا لي رايكم ايه في اللي جرب منكم وصفاتي، يقول لي رايه ايه في الوصفه اللي جربها. هنبدا ننزل بالتتبيله على الفراخ ونقلبها كويس جدا، والفتحات اللي احنا فاتحينها في الوراك نبدا ندخل فيها التتبيله عشان تتشربها كلها. التتبيله دي انت ممكن تعمليها في ساعتها وتدخليها الفرن. حابه بقى ان انت تعلي التست بتاعها، ممكن تعمليها من قبلها بيوم او قبلها بساعتين 3 وتحطيها في التلاجة، وقت ما تيجي تدخليها الفرن برضو هتبقى حلوة جدا. دي الفتحات اللي انا بتكلم عنها، بتبدأي تدخلي فيها التتبيلة عشان الجلد بتاع الفراخ يتشرب بكل التتبيلة. ما تقلقوش، انا ايدي غسلاها كويس جدا. بتعامل بايدي، احنا كستات بيوت طبيعي احنا بنتعامل بايدينا اصلا. بالشكل ده. من الناحية التانية حطيت التتبيلة وهنبدأ نقلبها كويس قوي، وهدخلها اقعدها في التلاجة يجي نص ساعة حسب ما انتي عايزة عموما. هندخلها التلاجة عما نجهز بقية المقادير بتاعتنا. هنجيب بطاطس تكون حجمها صغير مش كبير. قطعناها بالشكل ده ويدجز. هنجيب الصينية بتاعتنا ونبدأ ننزل فيها بالبطاطس. حاولي البطاطس تكون تقطيعتها مش كبيرة قوي عشان تستوي بسرعة مع الفراخ.
احنا شلنا جزء من التتبيله، انا ما حطيتش التتبيله كلها على الفراخ، جزء منها هنحطه على على البطاطس ونقلبها كويس جدا، وهقولك الجزء التاني هنستعمله دلوقتي اما تيجي وقتها. نقلب البطاطس. لو عندك فلفل الوان انزلي بيه، قطعيه كمان طولي وانزلي بيه. انا مقطعه فلفل بالطول، كان عندي فلفل اخضر هنزل بيه، معايا طماطمايه هقطعها كمان بالطول. معانا كمان مقطعين بصل جوانح، هننزل بكل ده على على البطاطس، ونطلع الفراخ بتاعتنا من التلاجة ونبدأ نرصها في الصينية بتاعتنا. عايزين نعزز الطعم، ده عود قرفة خشب سيجار. هنعمل كمان هنرش رشة من الزعتر ورشة من الروزماري، هتعلي التست معانا وطعم الصينية بتاعتنا. نبدأ نرص دلوقتي الأوراق بتاعتنا. أنا من الناس اللي بتحب جدا الورك. ما شاء الله ما شاء الله، شكل الصينية أصلا يفتح النفس من قبل ما تدخل الفرن. طبعا مش هسيب التتبيلة اللي نزلت دي، لا هنزلها كلها في الصينية. وشايفين بقية التتبيلة اهي، هنبدأ بيها ندهن بيها وش الفراخ بالشكل ده. التتبيلة دي اللي هتخلي معانا لون الفراخ حلو جدا، هتشوفيه في الفيديو. هنبدأ ندهن الوش كويس جدا. ما شاء الله، شايفين صينية الفراخ اصلا تتاكل نية. هندخلها الفرن دلوقتي، انا مشغله الفرن على درجة حرارة عالية في الرف اللي في النص. هنغطيها او اي غطا عندك او فايل هتغطيه عشان الفراخ تستوي. قعدت في الفرن حوالي ساعة ونص تقريبا عما البطاطس استوت والفراخ استوت، لان ما شاء الله حجم الوراك عندي كان كبير. ونرجع نشوفها مع بعض بعد ما تستوي. بعد ما تاخد تسويتها وانتي مغطياها، شيلي الغطا اللي عليها عشان تاخد لون. ما شاء الله، دي بعد ما خدت اللون، في خطوة انا بحب اعملها، بنجيب الصوص بتاع اللي نزل من الفراخ، ونبدأ ندهن بيه الوش. ما شاء الله بتخلي الفراخ عندك جوسي جدا وطرية ولونها حلو قوي بيلمع زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الصينية بتتكلم عن نفسها، ريحتها فعلا كانت جايبة لاخر الدنيا. جربيها وان شاء الله مش هتندمي لما تجربيها. ده ما دخلتها الفرن تاني بعد ما دهنت وشها. ما شاء الله اللهم بارك، شكلها تحفة حلو جدا، التصوير كمان ظالمها. هنبدأ بقى نجيب وردية كده من الطماطم، نعمل شكل وبقدونس نرشه على وشها. دي انت ممكن تاكليها بعيش، ممكن تاكليها جنبها مكرونة، ممكن رز بشعرية، ممكن تاكليها كده مع البطاطس. دي حاجة ترجع لك انتي، يعني ممكن تتاكل بكام طريقة. ناخد دلوقتي، شايفين الشكل والجمال. هناخد قطعة دلوقتي اوريها لكم قد ايه هي مستوية وقد ايه البطاطس كمان مستوية جدا. خدنا قطع من الدبوسة، هنبدأ دلوقتي نطلع كمان بطاطس اوريها لكم قد ايه هي حلوة قوي. ما تنسونيش باللايك والشير، وتفعلي لي زر الجرس عشان كل جديد من وصفاتي توصلك اول باول.
هوريكوا. هنبدأ نقطعها ونشوف. ما شاء الله البطاطس مستوية جدا وريحتها حلوة قوي. التتبيلة نفسها مخلية البطاطس حلوة قوي. نبدأ نقطع الفراخ كمان. كده انا هتغدى معاكم من جمالها فعلا، ما بطلتش من البطاطس اكل. هفتح معاكم كمان الفراخ. شايفين قطعة الدبوسة ما شاء الله بتتقطع بالشكل ده. ندوقها كمان معاكم. كانت حلوة جدا، جربيها وان شاء الله ان شاء الله هتعجبك. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. واستنوني في وصفة جديدة وطبخة جديدة من مطبخنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.